مساء الخير عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهارده هندردش شوية في الصراع المشتعل على مسرح الشرق الأوسط. الحقيقة إن بدءا من يوم 7 أكتوبر إخواننا في قطاع غزة في فلسطين عملوا بعملية داخل العمق الإسرائيلي، ولعت في المنطقة. إسرائيل حصرت القطاع ومنعت عنه كهرباء ومية وخدمات وخلافه. بدأ يبقى في تدافع من الدول العربية وكل الأشقاء، وعلى رأسها مصر طبعا مساعدة إخواننا الفلسطينيين، وإن الموضوع ما يكبرش أكتر من اللي حصل. طبعا كل متخوف من ضربة كبيرة من الجانب الإسرائيلي بتاع غزة، واجتياح بري وحشدوا طبعا القوات الجوية بتاعتهم وخلافه. الأزمة أو الموجودة حاليا، المسرح فيه لاعيبة كتير جدا موجودين في إسرائيل، والداعم الأساسي لها أمريكا اللي بعتت حاملة طيارات، وفي حاملة طيارات أخرى تانية بتدعمها بكل الأشكال. في سوريا في حزب الله اللي في ظهرهم إيران والروس. في المنطقة السعودية والإمارات. السعودية اللي ممكن يكون لها مصلحة من الأزمة ارتفاع أسعار البترول، لكن في نفس الوقت غالبا بتبقى في المحور العائم مع الإمارات ومصر والأردن، لأن غالبا الأزمة ديت لو كبرت وبقى في شبه حرب موجودة في المنطقة بطال الجميع. عندنا الصينيين من بعيد بيشوفوا الموقف ويقولوا ازاي يتدخلوا وخلافه. عندنا قطر اللي بتقوم بدور ايجابي في التواصل مع الفصائل الفلسطينيه، وتركيا من الناحيه الثانيه اللي يعني عايزه تكون موجوده برضه في المسرح، تنظم الامور بتاعته، تبقى متواجده بشكل كويس. اللعيبه كتير زي ما حضراتكم شايفين، كله بيتحرك في اطار مصلحته الشخصيه اولا. الاخوه العرب بالتحديد عندهم كمان مصلحه القضيه الفلسطينيه، دي مهمه جدا. احنا مصر منطقه سيناء معبر رفح اللي بيننا وبين قطاع غزه، مصر فتحت المعبر عشان يبقى فيه مساعدات انسانيه، عشان معالجه الناس، العمليات وخلافه، لكن مصر ضد تصفيه القضيه الفلسطينيه، وان يكون في نازحين فلسطينيين يبقوا موجودين بشكل دائم في مصر، وبالتالي ما يبقاش في فلسطينيين اصلا يقاوموا او ان هم يدافعوا عن ارضهم. جيراننا في ليبيا عندهم مشاكل، جيراننا في السودان عندهم مشاكل، جيراننا في فلسطين واسرائيل عندهم مشاكل، حدودنا مشتعله بكل الاشكال. يا ريت المواطن المصري يبقى عارف قد ايه ان احنا في قياده وفي دوله شايفه الامن القومي المصري وبتحاول انها تحافظ عليه وتخليك عايش في امن وامان. ده هدف مهم جدا من الفيديو، عايز الناس تبقى مركزه فيه كويس. الحمد لله رغم كل ظروفنا الا اننا بنتحرك ونيجي، ما عندناش قلق، مش خايفين. عندنا حدودنا، عندنا حرس الحدود، عندنا الجيش المصري، عندنا شرطتنا، عندنا كل المؤسسات اللي بتضمن قوه هذا الشعب. عشان كده احنا كمان لازم نكون متلاحمين، وجبهتنا الداخليه كمان قويه وبتدعم القياده السياسيه والعسكريه للبلد. المصريين والعرب متعاطفين جدا مع اخواننا الفلسطينيين، طبعا ده موضوع مش محتاجين نتكلم فيه، ده موضوع خلصان. وانا بكلمكم في مظاهرات في القاهره في الازهر لدعم اخواننا الفلسطينيين، وهنفضل طول عمرنا القضيه الفلسطينيه هي قضيه مرتبطه بالتاريخ ورفضه مع المصير المصري اللي دايما بيحاول يدافع عنها. ان شاء الله تنجح الجهود المصريه في الازمه ديت، ما تشتعلش وما تكبرش، عشان في لاعبين كتير زي ما بقول لحضراتكم في المنطقه، يعني زي حزب الله وزي ايران وزي سوريا وزي روسيا. يعني اتخيل ان ممكن يكون حابين لاستعراض القوه والعضلات في المنطقه، وما نتمناش ذلك ان شاء الله باذن الله. كل اللي انا حابب من خلال هذا الفيديو اوصله ان احنا لازم نحافظ على امننا القومي، تماسكنا احنا مع بعض، قوتنا مع بعض، بغض النظر عن الانتخابات الرئاسيه وبغض النظر عن المشكله الاقتصاديه اللي موجوده الان، لكن في الاخر وجودنا وامننا اهم من اي حاجه. نتمنى السلامه لاخواننا الفلسطينيين، نتمنى الرشد والتوفيق لكل الاشقاء والقيادات العربيه للتفاهم مع القياده المصريه. وحابب ان احنا مره ثانيه نكون عارفين ايه اللي بيحصل حوالينا، وازاي ان احنا في وسط مجتمع عالمي دولي كله بيدور على مصالحه واستعراض قوته، وازاي يوصل لاهدافه، وازاي يكون له نفوذ في مكان ما عشان يحصل على مصالح في مكان ما اخر، وهكذا. كل التوفيق
القياده المصريه ودعمها في اداره الازمه، وكل التمنيات بسلامه شعبنا واخواننا في فلسطين. شكرا جزيلا.